على فكره اذا كنت عايز تتغافل عن التاثير الاجتماعي لكل لقطه تبقى مخطئ في حق المجتمع. لا احنا مفيش بطل عندي. لا احنا ده نجم. لا مش النجم. انت عارف المزيكا لما كانت الناس تشوف المزيكا في الافلام بتاع بديع خيري والكلام ده، يجيبوا مزيكا في الفرح ولازم عقد، لازم يتفق الزوج اهل العروس والعروس على المزيكا. لما المزيكا جه معاها رقاصه، الناس في المجتمع تجيب رقاصه مع المزيكا. لما لقوا المزيكا وجابوا فرقه جديده من الجديد، انتهت المزيكا وجت الفرقه وهكذا. هو يا استاذ وحيد هنا السؤال هل من الممكن ان احنا نقدم فن عموما، فن سينمائي او فن مسرحي، دون الاشاره الى الحاجات اللي بتفضل بيها الاستاذ ابو اسلام، بمعنى ان ما يبقاش في ستات ممكن يعني لا ما هو ما ينفعش، ما هو ما ينفعش هو حي شرعا ما منها ازاي يعني؟ اصل صعب قوي انك تقول لواحد عايش طول عمره في الخمره ما تشربش خمره، او واحد طول عمره بيروح الكباريات ما تروحش كباريه مره واحده، او ما بيصليش تقول له هنقطع رقبتك. يعني دلوقتي فانا بقول دلوقتي بطلب المطلب من الاستاذ وحيد، هو حضرتك رجل عنده حس ديني واضح قوي وغيره ايمانيه بالفعل بيقولها، ان بس نجعل محور الباطل اقل شويه، يعني خليه درجه ثانيه. يعني حضرتك مختلف في الدرجه ولا في لا انا مختلف في النوع كله. طيب لكن انا الان انا حبيت اسال استاذ انا حصلت لي واقعه لازم. انا دلوقتي في حيره من امر. بص انا دلوقتي خايف ان انا السينما الان واقع صعب ترفضه. بص حضرتك، حتى لو قال لك هيعمل دوله اسلاميه، هل هيجيب الخلافه اسلاميه؟ اسمعني، هل هيجيبوا على الخلافه الاسلاميه يا وحيد؟ يقولوا على الخلافه يستطيعوا ان يمنعوا السينما؟ استحاله يمنع السينما. عشان كده ايوه، فانا دلوقتي بقول اخطو يا وحيد خطوه للامام من اجل الله سبحانه وتعالى. طب انا سالت الاستاذ وحيد هو ما جاوبنيش الحقيقه. اتفضل. هل من الممكن ان احنا نقدم فن بدون هذه الاشياء اللي اشار عليها الاستاذ ابو اسلام؟ لا. ليه لا؟ ليه؟ هقول لحضرتك، اصلا ليست لا قاطعه وليست نعم قاطعه، لاني هناك ظروف. خلينا يعني واقعيين جدا. اسمح لنا نحكي حكايه طريفه جدا حصلت بالفعل. من حوالي 5-6 سنين كده استدعيت انا ونخبه من الكتاب. استدعانا احد المنتجين الكبار وقال، طلب منا طلب محدد، قال يا جماعه انا شايف ان في الافلام المصريه ان البطل لما بتحصل له مشكله بياخد بعضه ويروح على الخماره ويطلب كاس عشان خاطر مشكلته تتحل او عشان خاطر ينسى. فانا عاوز تغيروا المنهج ده وما يبقاش حل المشاكل في الذهاب الى الخماره. لغايه هنا احنا كويسين قوي، يعني فعلا مش معقول يعني حل المشاكل هيبقى في الخماره. هناك طرق اخرى، ممكن استشير صديق، ممكن الجا مثلا اتمشى على البحر، يعني ممكن اخرج، يعني هناك وسائل عديده للخروج من الازمه دون الذهاب الى الخماره. الا انه استطرد وقال يا ريت بقى ياخد بعضه ويروح الجامع يصلي حزب من الاحزاب. وانا اختلف عنك في شيء مهم جدا للاسف، وده اللي انا مستعجب له. انا بنتمي اساسا للناس. انت حضرتك بتدافع عن السلطه، بتقول السلطه هيبه الدوله، اذا اخطات السلطه فانا اواجهها ولا اخاف. لا انت حر، انا ده معتقدي واللي بقوله. لا انا ضد السلطه عندما تخطئ. أنا ضد السلطة عندما تخطئ. أنا السلطة بالنسبة لي قانون قائم، عندما أستطيع أن أجعل أو أصنع بديل له أتكلم. بديل إيه؟ لكن أشتغل شغل الثورات وشغل العنف وتوليد الإرهاب وصناعة الإرهاب والتمرد. هو ده على فكرة بقى اللي عملته برضه مش ده موضوعنا يا أستاذ وحيد. هو ده اللي عملته في سينما الثمانينات. اتفضل. إن من ناحية واخد بالك حضرتك، من ناحية قاعد يرسخ للفساد والانفتاح والأغذية الفاسدة، وناحية تانية يضعف في السلطة في السينما واخد بالك، وإنها ضعيفة وإنها تعاونت مع الإرهاب وما شابه هذا. فكان لابد بعد عهد جديد من الحكم إنه يخرج من مأزق الانفتاح والفساد اللي فيه، فما لقالوش حيطة مايلة غير الإرهاب اشتغل الإرهاب. وعندي أفلام واضحة تكرس. السينما المصرية كرست إلى رفع لواء الانفتاح الفاسد في مصر، وجعلت المصريين يرفعوا أيديهم تسليما لهم. اللي يشتري الحارة يشتريها عشان يحولها إلى بوتيك، واللي يشتري الزمم يشتريها وجعلوا. طيب لما يأتي فيلم ويجعل لي الوزير نصاب وخمرجي وبتاع نسوان،
عضو مجلس شعب حرامي ولص. ده فيلم واحد يعني جمع لي كل الموبقات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، ما تركش لي الفيلم رؤية واحدة بيضة على الإطلاق. وفي الآخر يرجع يقول لي أنا ضد السلطة وضد مش عارف إيه. لحظة شعارات لحظة صوت مين اللي ضدها؟ لحظة يا أستاذ. ده أنت بتقول للسلطة نعمين وتقبل الأقدام ليها حتى لحظة. يمر عملك ليها. لا 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 الله، هو احنا تايهين على اللي بيحصل في اللجان لو سمحت المهنية؟ لو سمحت اتفضل يا صحيح. إذا كنت حضرتك هتلقي الاتهامات جزافا، لا انا على فكره لو قلت لي انا عايز اسمع لو سمحت. اتفضل. إذا كنت حضرتك هتلقي الاتهامات جزافا، فده حتى لا يتفق مع تعليم الاسم، لابد يكون عندك سند وبرهان. عندي. كويس؟ فلا قولوا. انا بطالبك انك تقوله. اتفضل. انت بتقول لي بتقبل هذه السلطه. اتفضل. ايوه. ناخد فيلم حضرتك بتاع طيور الظلام. الوزير خمورجي وراشي ومخادع، ضابط المباحث كويس، مرتشي وخاين للامانه. فين تقبيل اقدام السلطه هنا؟ ايوه السلطه هنا. اسمعني انا هنا. ايوه الله ده انت اللي بتقبل اقدام السلطه دلوقتي. انا دي السلطه اهي، تشوف انا طلعتها في فيلمي علنا. مرتشي. ايوه الوزير، واخد بالك؟ وانا بقول ان ده لا. طيب انا بقى هقول لحضرتك، هقول لحضرتك سؤال. طب فين حضرتك اقدام السلطه هنا يا استاذ حضرتك صحفي. لحظه واحده. طيب. حضرتك صحفي. مش انت بتقول ده لا؟ وحضرتك صحفي. ايوه. حضرتك قريت جرايد ال 20 يوم اللي فاتوا؟ قول لي ايه اللي فيه. كام واحد عضو مجلس شعب محبوس الان؟ كام و30؟ اسم الله على مقامك. من عدد كام؟ قول عايز كام؟ من عدد كام؟ من عدد الاعضاء كام؟ قول لي عايز تقول ايه؟ نسبتهم كام بالنسبه لاعضاء مجلس الشعب؟ مجلس قول لي عايز تقول ايه؟ كويس؟ افلامك اللي نجحتهم. افلامي قالت لهم روحوا اسرقوا. ايوه نعم. نعم ازاي؟ ايوه نعم. انا خدت افلامي الشرعيه وشغلت الراجل بكام مليون جنيه علشان يطلع الانتخابات ويقول لضابط الشرطه اسكت واحبس خصم. مظبوط. انا كاتب الافلام دي لما شفت البلاوي السوداء. انت بترسخها اصلا في المجتمع. لا يا استاذ، انت بتقطعها الشرعيه. هو انت اعترضت عليها؟ طب هو السؤال لو ما اتكلمش عليها، لو الاستاذ وحيد ما اتكلمش على الحكايه دي عشان في ناس بتتفرج. يعني ايه ما اقولش؟ لا الناس لا مؤاخذه ممكن تضحك في قاعد معاك في البيوت. اوضه مغلقه. لا الناس تضحك في البيوت لما تقول ايه؟ لما حضرتك تقول ان انا اللي قلت اللي بتوع مجلس الشعب يسرقوا والعراميه والوزراء ابو فاسدين. لا، عندما تكرر المشاهد ان الفساد قائم والفساد قوي والفساد له انياب والفساد له غلال، فهذا كله يجعلني استسلم لهذا كله وارفع يدي كما رفعوها في لا دي نظره قاصره يا استاذي. دي النظره العلميه الصحيحه. عندما تنشر كل ما تنشره علي، كل ما تعلمه لي وانت استاذي في الجامعه، يعني بلاش نذكر الفساد. كل ما تعرض علي كل حياتي فساد يعني بلاش نذكر الفساد. استاذ وحيد سأل حضرتك سؤال يا استاذ ابو اسلام. بلاش نذكر الفساد. بلاش نذكر الفساد. لا امال ايه؟ اعالجه المعالجه التي ازاي؟ ايه هي؟ قول لي حضرتك برضه ايه اللي هي؟ انا مش سيناريست او مؤلف او يبقى تسكت. ما انتش سيناريست يبقى تسكت. انا اطلب منك لان انت يعني مثلا يعني اجيب الفاسد. اطلب منك انت واقول لك يا صانع الفساد لا تصنع الفساد. يعني قول لي اعمله انت. يا صانع الفساد لا طبعا. يعني اجيب الشخص الفاسد واقول له اسم الله على مقامك والنبي ما تعملش كده تاني. انت قلت له كده. ما هو انت قلت له كده. مين قال لك؟ يا راجل لما يا راجل شوف الافلام دي وتنجحه على خصمه وتدفع له الرشاوي وتدفع الفلوس. مين قال لك ان انا عملت كده؟ وتعيشه وزير وتجيب له واحده تتجوزه في الاعراء في الجواز العرفي. يا ريت انا تقول لي انا يا استاذ. طب ده موجود ولا مش موجود يا استاذ ابو اسلام؟ فيه الامر مهم. عندما انا بقول لك عندما تكون استاذي في الجامعه ويكون الماده العلميه التي تدرسها لي انها سطوه السلطه، سطوه الانفتاحيين، سطوه رجال الاعمال، سطوه بياعين الافيون والحشيش. مش ده السؤال اللي انا سالته لك. انا سالتك ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. طيب. هل يجب على الفن ان يتناوله ولا لا يتناوله؟ لا، ليس الفن ليست قضيته هي نقل الواقع بسيئاته، انما هو الفن قضيته الرقي بالواقع ومعالجة قضاياه معالجة سامية بأسلوب سامي ونص سامي وتصوير يرقى بالإنسان. لكن ما فيش نموذج لده خالص اللي انت يرقى بالإنسان. ما فيش أي نموذج. ما شفتوش يقوله لي. ما أنا مستعد.